بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، هذا الهدهد، طير الهدهد، امس لزمته بمكان العمل مالتنا، فصار الحكي عليه هواي. قالوا هذا الهدهد ذي عظم، اذا تاخذه من عنده يصير عندك جاه ووجه امام الناس، امام المسؤولين. بس انا يعني اصحاب الخبره يقولون هذا الطير لازم تلقاه ميت، سواء كان بعارض بالجو او مثلا كبر سنا، تلقاه ميت. هذا يقدرون يعني اصحاب الخبره يطلعون منه هذا العظم اللي يحكون عليه. بس انا لزمته هذا حي. هواي من الاصدقاء يقولون هذا لازم تحبسه بقفص الى ان هو يموت من بحده، وانت تقدر يعني توديه لاصحاب الخبره ينطونك هذا العظم من عنده. زين، اذا اخليه بقفص، هذا الطير عايش على الديدان مالت الارض، يعني مالت الماي اللي عراك على الشط بالصحراء. لان اذا خليته بقفص، ايش ما تخلي له ما راح ياكل، يعني معناته راح يتعذب 3 ايام 4 على ما هو ينتحر ويموت من وحده. زين، هسه انا يعني هسه قلت لهم يعني هذا الطير، هذا المسكين يعني اتاني 3 ايام يتعذب ويتمرمر على انه بعدين اخذ لي من عنده عظم يسوي عندي جاه وجه امام الناس. زين، انا اقول لهم ليش ما تكونون بمصداقيه مع رب العالمين وتطيعون الله سبحانه وتعالى طاعه حقيقيه، حتى الله سبحانه وتعالى يخلي بيكم صفه امام الناس تحترمكم وتقدركم ويصير عندكم جاه وجه. ليش يعني على حساب هذا المسكين انه تردون تعذبوه وتموتوه على مود عظمه تسوي عندك جاه وجه؟ فانا هذا الطير راح اقول له ما دام احنا احرار فهو راح يعيش حر. الله محمد على الوياه.